مطروح عن الأهرامات، فهي ادت له تخيل انها الاهرامات. بنتكلم عن الحضاره المصريه بيجي في بالنا دايما شارع المعز، الاهرامات، المناظر الاثريه اللي زي كده. شكل كانها خريطه تسليم، الانعكاس بتاع الاضاءه بتاعت السماء على الميه. دي الصوره بتاعتي في شارع التحرير. هي يعني شارع التحرير حاجه فيري سيمبل قوي، لكن منظر يعني ما يتشافش كل يوم. اللوحه دي هي الوان كويس، كانت بتتكلم عن محافظه قنا والتراث في محافظه قنا. الرسمه دي عباره عن مصر القديمه. احتفالية بمشاركة أبناء مصر كلهم بمختلف فئاتهم من 6 ل 35 سنة في تعبيرهم عن حبهم لمصر بأشكال فنية وإبداعية كتيرة. تذكروا ما قاله أمير الشعراء: وبنينا فلم نخل لبان وعلونا فلم يجزنا علاه. كل بان بنى فشاد فغار لم يجز مصر في الزمان بناء. هذه مصر الولادة لأبنائها المبدعين الكبار، ما بين علماء المصريات وما بين المثريين وما بين الفنانين. احنا مين؟ لما اخترت اسم قصيدتي اخترتها من اقرب حاجه كانت ليا، المبادره اللي اشتغلنا عليها في محافظات كتير قوي. التكريم معالي وزير الشباب والرياضه السيد الدكتور بشكر استاذنا العالم الكبير الدكتور وسيم السيسي ودكتوره هاله المدير التنفيذي دكتوره امل جمال، وبعت لحضراتكم خالص تحياتي للاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.